السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن جمهور في الدنيا، حلقه النهارده كامله كلها عن ابو مكه. بس محمد صلاح اللي مشرفنا، اللي بيدخل دايما بالبهجه والسرور لقلوبنا. انا عن نفسي الاهلي ومحمد صلاح هم مصدر البهجه والسعاده في حياتي. حاجه بصراحه النهارده كنت سعيد جدا جدا اثناء المباراه بتالق محمد صلاح. وبصراحه محمد صلاح هو الحاجه الوحيده عامه الكويسه في ليفربول والحلوه في ليفربول والمبهجه في ليفربول السنه دي. بصراحه حتى كلوب النهارده في الشوط الثاني بعد ما خرج محمد صلاح وضغط الفرقه بشكل وعمل تغييرات غريبه وشاذه زي ما بيقولوا، كلوب السنه دي بصراحه مش موفق خالص مع ليفربول. بس بصراحه النهارده انا فرحت جدا ان المباراه انتهت بمكسب ليفربول، لانه مكسب مهم جدا للفرقه وهينقله نقله ثانيه زي مكسب مانشستر سيتي بالظبط. وان شاء الله الفرقه تستمر على كده. بس كل ده عشان خاطر ابو مكه، ابو مكه اللي هو فعلا بكل امانه بيوصل لهدفه السادس النهارده في الدوري الانجليزي. صلى على النبي واعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الكره مع ابو علي. ابو مكه النهارده يا جماعه اسعدنا وابهجنا كمصريين وكعرب بهدفين، ولا اجمل ولا اروع ماركه محمد صلاح. الهدفين النهارده بصراحه ماركه محمد صلاح، الاسيست الطبيعي من اليسون مع خطا طبعا من المدافع، وكوره ولا اجمل، لا تعرف هو لمها امتى ولا سدد امتى. بصراحه فاجئنا النهارده بالهدف الاولاني، انا شخصيا اتفاجئت بيه برد فعل سريع جدا. سرق الفرقه كلها في المنطقه وحط الكوره تحت رجله بقوه وسدد بقوه. بصراحه انا سعيد جدا بالهدفين، وطبعا سعيد بفوز ليفربول، لان فوز ليفربول بيفرق مع محمد صلاح وبيفرق نفسيا ومعنويا مع محمد صلاح، خاصه ان هو الوحيد اللي في الفرقه يعتبر متواجد. راجل هداف الدوري، هداف دوري الابطال بالشراكه مع امبابي لعيب باريس سان جيرمان بسبع اهداف، والنهارده بيسجل هدفه السادس في الدوري الانجليزي. طبعا احنا متعودين ان يكون عنده اهداف اكتر من كده في التوقيت ده كل سنه من الدوري الانجليزي، بس ان شاء الله هتمشي معاه وهتبقى 100 100. بس بصراحه هو المنقذ ماتش مانشستر سيتي 3 بونت، النهارده ماتش توتنهام مهم جدا 3 بونت. بصراحه بشوف ان محمد صلاح هو الحاجه الوحيده السعيده المبهجه في ليفربول، وبشوف ان كلوب بيجود كتير بصراحه السنه دي بالذات بالتحديد في الشوط الثاني لما لم نفسه ولم الفرقه ورا وخلى توتنهام رجعت للمباراه تاني. بس ان شاء الله يعني كلوب برده هو كمان يتحسن. انا اتمنى ان الفرقه كلها تتحسن عشان خاطر محمد صلاح طبعا، واتمنى ان هم ياخدوا كل حاجه، لان محمد صلاح بالنسبه لي مصدر سعاده، واكيد بالنسبه لكم جمهور الكره مع ابو علي هو مصدر سعاده، لان هو بصراحه فخرنا، فخر العرب، الملك المصري، ايجيبشن كينج. محمد صلاح كان وحشني جدا تألقه في مباراه كبيره بعد مباراه السيتي، والنهارده بصراحه في مباراه توتنهام مباراه كانت قويه جدا، مدرب مخضرم، لعيبه قويه جدا في توتنهام. بصراحه انا انبسطت جدا بالمباراه النهارده، وحبيت ان انا اطلع اتكلم بس عن محمد صلاح النهارده. وبصراحه انا سعيد جدا جدا بالهدفين، وربنا يخليك لينا ابو مكه وتفرحنا دايما. وان شاء الله كل الناس تعمل لايك وتشير الفيديو على قد ما تقدر عشان يوصل لكل الناس. وما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الكره مع ابو علي. واشوفكم على خير، سلام.